النهارده الحلقه مميزه جدا من قدام بيت عبد الحليم. هنطلع شقه عبد الحليم وندخل في حاجات كتيره خاصه بعبد الحليم حصريه لقناه اعز الناس. تابعوا الفيديو للاخر، هنشوف بدل عبد الحليم اللي غنى بيها بدله رساله من تحت الماء وقراءه الفنجان وحاجات كتيره حلوه هنشوفها النهارده في الجوله اللي في شقه عبد الحليم. جوله مميزه، تابعوا الفيديو للاخر ويلا بينا على بيت عبد الحليم. دلوقتي انا هبدا الجوله بتاعتي من اول الريسبشن اللي فيه كل حاجه كان عبد الحليم بيعملها، البروفات والقعدات الحلوه والمجالس الثقافيه وكل حاجه في الريسبشن اللي انتوا شايفينه ورايا ده اهو، والبرفان الشهير بتاع عبد الحليم كمان في نفس الصاله دي. فدلوقتي هنتجول في كل حته في الشقه وهنشوفها بالتفصيل. شقه عبد الحليم ومعايا استاذ محمد الشناوي ابن الفنان الكبير كمال الشناوي. شرفني ان هو يكون معايا في قناتي وان انا اتكلم معاه. انا مش عارفه اتكلم معاه اقول ايه، بس هو انا وجوده معايا كده يعني انا مبسوطه بحضرتك جدا والله بجد يعني، وان حضرتك استقبلتني هنا تعتبر دي دعوه خاصه انا سعيده بيها قوي قوي قوي، وحاسه ان عبد الحليم اللي داعيني ليها. هنا كلنا ضيوف على عبد الحليم حافظ. والله، بس هو برضو بوجودكم برضو وتعاونكم ان انتوا تحافظوا على الشقه دي، ده يعني مجهود يشكر لحضرتك جدا ولابنائك ولكل عيله عبد الحليم كلها. الحاجه عليا شبانه اولا الله يرحمها، امي الثانيه طبعا، ونشكر زينب زوجتي، هم اللي تواصلوا وعملوا ده واحنا ماشيين على نفس الخطى والاثار بتاعتهم. وجودكم في البيت يعني حاجه جميله قوي، وان انتوا فعلا قادرين ان انتوا تفتحوا البيت لكل كمان الزوار. لا يعني على قد ما بنقدر ما بنبخلش عن كل المحبين زوار وحبايب عبد الحليم حافظ. ربنا يقدرك وتبقى دايما في استقبالهم يا رب، انت وابنائك على طول يا رب. وهنتجول بقى بعد اذنك في البيت الجميل ده وناخد لقطات منه. تعالوا بقى، دي بلكونه عبد الحليم اهي. بالنهار وقت ما بيقعد عبد الحليم في الكرسي ده بيفطر الصبح هنا، والمنظر الجميل كله شجر وجناين حلوه جدا. دي حديقه الاسماك، الجنينه رائعه وجميله قوي قوي، والبلكونه حلوه جدا والطله بتاعتها حلوه قوي. وهنا كمان في الاباليك بتاعت عبد الحليم بتصبت ايديه، ولما جددوا الشقه جددوها بنفس الالوان اللي كان فيها بيت عبد الحليم من الاول خالص، كل حاجه زي ما هي بالظبط زي ما انتم شايفين كده. يعني بصراحه منظر حلو قوي. وهنروح بقى ونكمل في شقه عبد الحليم. ودلوقتي انا في غرفه عبد الحليم اهي، الغرفه اللي فيها كل حياه عبد الحليم اهي. سريره طبعا هو اتصور كتير قوي، بس احساس تاني لما تشوفوا انتوا بنفسكم السرير، اما تلمسوا انتوا بنفسكم الحاجه الوضع مختلف تماما. انا زيكم كنت بتفرج، بس الفرجه حاجه وان انا اجي المكان هنا لا، حاجه تانية خالص خالص خالص. بصوا مكان عبد الحليم يا جماعه، اللي بيقعد فيه وياكل فيه ويشرب فيه، التسريحه اللي بيظبط فيها هدومه وبرفاناته اهي. برفانات عبد الحليم اهي، اشم البرفان عشان دي ريحه عبد الحليم. الله، وعايزه اشم برضو البرفان ده. دي مش باينه ريحتها تقريبا، الناس شموا كل الريحه خلصوها يعني، ريحتها مش واضحه قوي زي دي ريحتها حلوه. وشهاده تقدير وحاجات حلوه كتير قوي لعبد الحليم قاعده زي ما هي اهي. قلاده الشرف الوطني المصري لعبد الحليم، كل التكريمات اللي استحقها واكتر كمان. قالوا ان ده دبدوب بتاع فيلم يوم من عمري، ما اعرفش ده حقيقي ولا لا، بس هو مش شبهه يعني، بيقولوا ان هو ده بتاع كده. وايه تاني لعبد الحليم؟ تليفون عبد الحليم اهو، تليفون المشهور جدا اهو، تليفون كان بيتكلم فيه عبد الحليم. المصحف بتاع عبد الحليم، المصحف بتاع عبد الحليم اهو. كل حاجة حلوة هنا. وكمان هنا في الجهاز الشهير بتاع عبد الحليم اهو، جهاز الاسطوانات ده. وفي كمان العود بتاع عبد الحليم اهو، 2 عود بتاع عبد الحليم. صور محطوطة هنا وفي صور هنا اهي. ملك المغرب ده التاج الملكي بتاعه، ده اسمه سمالتو. ده اسمه سمالتو، ده فرنسا، في فرنسا سمالتو باريس. ده كان لما بيعمل بدل الملك الحسن، لا القماش ولا الموديل يتعمل لحد تاني. أيوة. الا عبد الحليم حافظ. فدي ايه الملك الحسن التاني. الله، انا احلى حاجه في حياتي ان انا امسك بدله عبد الحليم. سلام الله.
بيت عبد الحليم يا جماعه، انتوا بتهزروا. وهنا دي غرفة الدريسنج روم بتاعت عبد الحليم. قالوا أول حد يعمل أوضة مخصوصة لللبس، مكانش فيه كده، كان دواليب طبعا زمان، لكن هو عامل أوضة مكان مخصوص في لبسه كرافتاته. في أماكن تانية للشوزات بس احنا ما فتحناهاش. ودي بدلة قارئة الفنجان الحفلة التانية في نادي الجزيرة اهي، بدلة جميلة، بدلة قارئة الفنجان الحفلة التانية في نادي الجزيرة، بدلة عبد الحليم. وهنشوف الفيست اللي مثل بيه شارع الحب اهو مع صباح. الفيست ده شكله صغير بس هو تقريبا الهدوم مع الزمن حجمها بيقل يعني. وقاعد اهو برضو شكله جديد يعني. وهنا اهو الحمام بتاع عبد الحليم، عشان في كتير طلبوا ان هم يشوفوا الحمام بتاع عبد الحليم. كان الحلاق بيجي هنا الحمام بيحلق هنا لعبد الحليم زي ما انتم شايفين كده. حمام عبد الحليم فخم طبعا، ده من كام سنة فيتميز بالفخامة طبعا. ده الروب بتاع عبد الحليم اهو، البورنوس عليه اول حرفين من اسمه اتش، عبد الحليم حافظ. هي تنفع عبد الحليم وتنفع عبد الحليم. الاثنين. النهارده في صحبه جميله قوي قوي، وعبد الحليم اهداني بدل الزياره اللي انا ما عرفتش اطلعها، انا طلعت وقعدت، وكمان جاب لي استاذ مجدي الحسيني من ريحه الحبايب. والله العظيم انا مبسوطه جدا جدا ان انا هابل من عازفين عبد الحليم يا جماعه. يعني هو كان صغير قوي وقتها بس ملناش دعوه، هو دلوقتي معانا برضه صغير اهو زي الفل كان ابويا مش انا. هو ما شاء الله عليه، ربنا يديله الصحه يا رب والعافيه، والزمن الجميل الحلو قوي. هتسمعنا ايه بقى حضرتك؟ عينيا. الله يخليك، تسلم عينيك. هنقول المخرج العظيم الاستاذ محمد الشناوي ابن دون جوان السينما طبعا العظيم طبعا. كمال الشناوي. ايوه. طلب مني رسالة من تحت الماء، الله، وجزء من نبتدي من الحكاية. تمام. جميل قوي. بعد ما سمعنا القصائد الجميله واللحن الجميل، مش عارفه اتكلم ولا اقول حاجه غير ان استاذ مجدي والله متعنا ووصلنا لدرجه ان احنا رحنا للمكان اسمع الكلام الجميل ده. لا والله حضرتك يعني تستاهل اكتر من كده. يعني والله مبسوطه جدا، وحاسه ان عبد الحليم اهداني الهديه دي ان حضرتك تيجي واشوفك. واهداني عبد الحليم ان انا اكون مستمتع بالجماهير العظيمه وبالمجموعات الرائعه زي حضرتك وجمهورك الجميل. وانا في منتهى السعاده في اللقاء الحلو ده. احنا اسعد والله، مبسوطين جدا بوجود حضرتك، وربنا يخليك دايما وترجعنا للزمن الجميل. شكرا لحضرتك. وهنا مدخل البيت، الحيطه الشهيره اللي مكتوب فيها توثيق لكل حب من محبي عبد الحليم. ومن محبي عبد الحليم برضو الفنانين المشاهير عمرو دياب. يكفيني من هذا المجال الفني الذي به أهم وأعظم موهبة غنائية عرفتها وعرفها العالم العربي. وهنا برضو تامر حسني كاتب يا عبد الحليم يا عبقري أسطورة، كان نفسي أشوفك جدا، وكاتب كلام حلو كتير قوي. ده تامر حسني. كل واحد بيوثق لحظة دخوله البيت بكلمة حلوة. أنا كمان كتبت بس للأسف ما عرفش أصورها لكم. هنا حمد هلال كاتب والله بحبك ونفسي أشوفك يا حليم. فدي لحظة توثيق دخول بيت عبد الحليم. يعني كل الناس بتحبه وكل حاجة تشهد بالحب ده اهو. كل الناس كاتبة كلمة حلوة، ودي كانت نهاية رحلتنا في بيت حليم.